السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة سكوت النادي الزمالك. المباراة بدأت جميلة. من جانب الفريقين، من نادي الزمالك ومن نادي بيراميدز. ثم هدف عن طريق حسام عبد المجيد من كرة عرضية لزيزو، يتقدم من نادي الزمالك أول 5 دقايق. ثم طرد طرد لعلي جبر أول 12 دقيقة. اصبح بيراميدز بيلعب ب 10 لاعبين من اول 12 دقيقه. طبعا يا مستر فيريرا، اي مدرب في الدنيا بيبقى محضر سيناريوهات للمباراه. هنقول انت مش محضر حاجه خالص، مش محضر، واضح كده انك مش محضر. بس سيناريو المباراه خدمك ان انا اتقدم بجون. مفيش احسن من كده ان انا اتقدم بجون والفرقه المنافسه يطرد منها لاعب جون، وبلاعب فرقه 10 لعيبه. مفيش سيناريو افضل من كده. بعد كده بقى خد تخريف من مستر فيريرا. طبعا هو التخريف من بدايه التشكيل. كل الناس عماله تقول احنا ما ينفعش نلعب بناس بثلاثه في نص الملعب شبه بعضهم، وهو الراجل اللي في دماغه برضه مصر. عمرو السيسي ودونجا ما تعرفش هو بيعند مع مين. وعايزين ندي فرقه بيراميدز حقها. طبعا هي فرقه كبيره، فرقه كوره على اعلى مستوى. بس النهارده شابوه بيراميدز وشابوه مدرب بيراميدز. الراجل ادار المباراه بكل فكر لحد ما جاب الجون وقدر يوصل. بس هو الزمالك اللي وصله لكده. يعني انت سيناريو المباراه كان يخليك تدي النادي الزمالك يدي بيراميدز 3 وخلاص. انا وصلت نهائي كاس مصر وخلص الموضوع. انما انت دخلت الناس معاك. فطموحاتهم في المباراه علت، هم ومدربهم، وقدروا يوصلوا او يخلصوا ال 120 دقيقه من غير ما انت ما تقدر تجيب فيهم جون. وكانوا ند. وضربات الجزاء طبعا احنا عارفين توفيق وعدم توفيق، وقدروا يكسبوا ضربات جزاء عشان يوصلوا نهائي الكاس. وانا بقول بصراحه، يعني بصراحه مستر فيريرا شكله كبر وخرف. هو جاي كبير اصلا بس كبر وخرف. عمال يخرف بقى له 4 5 6 ماتشات كده. حتى تلاقي الزمالك واقع. احنا بنتكلم من مباراه اسوان او المباراه اللي قبل اسوان، وهو نادي الزمالك بيلوش ولسه. يعني احنا اتكلمنا قلنا ان نادي الزمالك بعيد. نادي الزمالك فنيا عمال يفقد في نقاط في الدوري. زائد النهارده، يعني انت عارف اللي هو زي مثلا انت بتلعب اي لعبه في الدنيا. قبل ما بتبدا 50% معاك انت. يعني 50% انت كسبان 50%. يعني لو من 100 انت 50 وانا لسه صفر. بعد 10 دقايق ده كان حاصل مع نادي الزمالك. وما قدرش نادي الزمالك لعيبته ومدربه ما قدروش يستثمروا ده ان هم يخلصوا على بيراميدز. فالف مبروك لنادي بيراميدز. يستحق المباراه اللي هو عمله. وهارد لك للزمالك. وما زال سقوط الزمالك مستمر. سلام.